تعالوا شوفوا النهاردة هنشتغل ايه. وقبل ما نشتغل الغرزة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي نبتدي ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. غرزة جميلة جدا ممكن تنفذيها في شبكة فتحتها صغيرة كده، بس انا هعمل النموذج بتاعي في الشبكة الواسعة دي عشان يبقى الشرح واضح ليكم. جميل. هنثبت الخيط بتاعنا وهنشتغل نعد 5 خانات او 5 فتحات ارتفاع، ونشتغل اللي جنبه على طول، السطر اللي جنبها على طول 2 اللي بعدها 5 فتحات اللي جنبها على طول 2، وكل شوية نظبط الخيط ونلفه عشان الشغل بتاعنا يبقى جميل ومظبوط. اهو هنبتدي السطر كله ارتفاع 5 2 5 2 لحد ما نخلص السطر كله، وكل شوية تظبط الخيط بتاعك وتظبطيه حلو عشان الشغل يبقى مظبوط. والخيط بتاع البداية ممكن تخيطيه بخيط ابرة عادي خالص وتخيطيه من ورا، وممكن تشتغلي عليه. انا دايما بحاول اخيطه عشان ساعات ما تضمنيش، ممكن لو كانت الغرزة واسعة بيتفلت او بيطلع. فهناخد السطر كله 5 2. تعالوا شوفوا كده السطر التاني. مش هنبتدي في اول خانة. ليه؟ لو اول خانة هتلاقي الخيط هيفك معاكي، فهشتغل التاني هيكون 2، هشتغل عليه ارتفاع 5، وهرجع للاولى هتكون 5 هديها 2 ارتفاع 2، وبعد كده نكمل نرجع للتالتة نديها 2. هتبصي هتلاقي وتلف الخيط وتظبطيه زي ما اتفقنا. هتبصي السطر التاني هتلاقيه وكل السطور هتلاقيها متساوية. ليه؟ انت هتكملي الناقص. الاتنين هتشتغلي عليها 5 ارتفاعات، وال5 ارتفاعات هتشتغلي عليها 2. شوفوا الجمال. يلا ما تنسونيش بالدعاء.